رمضان مبارك، سامحونا على قطعة الغياب ذي الفترة، لكن بسألك هل كان في أحد يعرف قبل كذا الأستاذ سعد اللذيذ المسؤول عن الاستقطابات في الأندية الأربعة المرتبطة بصندوق الاستثمارات السعودي؟ ما كان أحد يعرف. متى عرف؟ لما صارت في مشكلة عند أحد الأندية بدأ يتردد اسم الأستاذ سعد اللذيذ. طيب تعرف مدير المسابقات السعودية المرتبطة بدور المحترفين أو رابطة المحترفين اللبناني الجنسية نهرة؟ ما تعرف. لكن لما صارت مشكلة في خلط المسابقات الحالية وازدحامها وتتالي المنافسات لبعض الأندية من الهلال ولا من الاتحاد ولا من النصر قبل كده ولا أي نادي كان موجود عنده مشكلة في هذا ورفع فيها كثير من الإشكاليات، ما كان أحد يعرف. لما صارت زنقة دحين في مسألة الجدولة ومسألة الضغط المباريات ظهر اسمه. أنا عندي سؤال واحد بس، هل اتحاد الكرة مثلا يخجل انه يعرفنا ب أو دائرة المحترفين او القائمين على الكرة السعودية يخجل انه يعرفنا بقائمة او قائمة تعريفية باسماء مسؤولية اللجان؟ في كل مرة يذكر، ليش مرة واحدة فقط يمكن يذكرهم كذا واحيانا على الاستحياء وبدون تفاصيل، ولا يكرر هذا التعريف وهذا التنشيط للذاكرة الجميع دون اي خلافات. لما جيت اسوي بحث على كارلو نهرة، يلا دوب نتهجى اسمه معلش، خلص الموسم احنا لسه ما نعرف مين كان هذا. وجدت حوار له جميل كذا في الشرق الاوسط يتحدث فيه بشكل مفصل عن الكرة السعودية، راح احط لكم رابط منه في هذه السنابة. الرجل يتكلم يعني بشكل موسع كذا عن الكرة السعودية واشياء زي كذا، يعني بس مرور الكرام، لا ظهور، لا تعريف، لا إشارة، لا اهتمام، ونحن في واحدة من أعظم مواسمنا في الكرة السعودية. هذه الحلقة الرخوة اللي موجودة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنا أعتقد أن هي واحدة من أسباب الأزمة أو المشكلة التي تخلق لغط كبير جدا في الكرة السعودية. أحيانا يجوا يقول لك الإعلام والإعلاميين هم من سبب، كلهم محملين الأسية مساكين دول الإعلاميين، لكن عندنا مشاكل يعني غريبة. يعني مثلا يجيك اتحاد كرة يبغى يطور في اللعبة، يقوم بالدور الرقابي مثلا على الأندية السعودية في نواحي عدة مثلا، وتجد أن الاتحاد السعودي نفسه عنده خلل في هذه الجوانب. كيف يعني؟ أنا ماني فاهم إيش التباين هذا دائما اللي موجود في طريقة إدارة الكرة السعودية عندنا. وأعطيك حاجة ثانية كمان، ملاحظة دقيقة جدا هتكلم عنها في السناب التالي. تعال يا محمد، إيش الملاحظة اللي عندك تقول إنها ملفت؟ أنا أقول لك إيش اللي ملفت. ألاحظ إنه وقت تسرب هذه الأسماء، مثل سعد اللذيذ ولا غيره ولا نهرة ولا ما تدري مين من أسماء أو مواقف معينة حتى مختلفة أخرى تتعلق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ما أدري كذا. أنا اعتقاد عندي أنه هناك من يظهر في برامج بالذات من المقدمين كانوا مندوبين على الاتحاد السعودي لكرة القدم ليتبنوا رفع الضغط عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل يعني أشبه، صار واضح يعني جدا. يعني أنت ما أنا عارف أنت مقدم البرنامج ولا أنت واعظ رياضي ولا مندوب الاتحاد السعودي لكرة القدم المتحدث الرسمي، ولا ما أنت عارف. يعني المفروض أنه هو في المواقف اللي مثل هذه هو أول الناقدين لموقف هذا الموقف الغامض، أنه لا يظهر اسم شخص مسؤول عن الحركة الكروية السعودية وتحت مظلة مثلا الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأن هي منظومة متكاملة ما في شيء ينفصل عن شيء. حكاية دول اللي احنا نشوفهم زي كأنهم مندوبين، يعني اتحاد الكرة عاجز انه يدافع عن نفسه، ولا انتوا يعني ما شاء الله قلبكم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم اللي هو محل اهتمام ودائرة. في واحد اثنين من المقدمين والله صار ما شاء الله يتنافسون، كل واحد
يا اخي يبادروا كذا، يبادروا من يعني يبادروا من نفسهم. ما شاء الله واحد ما شاء الله كل يوم كل يوم يوعظنا وعظ. لا تتكلموا، لا تقولوا انتبهوا انتوا فيكم ويخطيكم انتوا الخطأ. يعني معنى كلامه ان الجمهور الرياضي ولا النقاد الرياضيين هم الخطأ، وهذا هو مقدم يعني اللي هو المفروض الحاضن لاختلاف الآراء، انه دائما انتم تحملون الجهه ذي الجهه ذي والجهه ذي واللجان هذه. يا حبيبي خليك ببرنامجك واهتم فيه، وخلي الناس في نظام يحكم الجميع ترى، يعني اهدى شوي. اما الثاني طبعا كبير من الذي علمهم السحر طلع لك بوجهه بريء كذا عكس عكس العاده اللي هي كل يوم في عقد الشوش يجي يقول لك وان هذه اللجنه هي المسؤوله وليس انها مدري. المهم صاحبه في مكان ما لا يجي عليه ضرر ولا لا يجي عليه تعب ولا لا يجي عليه ضغط مسكين اعلامي ولا جماهيري. هو احسن واحد ماسك كبريت وشعل في الساحه. لو وقفت عند هذا قال لا وقف، ستوب. نقد واحد في حياته ما انتقده. يمكن الهواء شرقي عشان كذا يمكن حر.